السلام عليكم البنات. خلة التفاح العجيب اللي حضرته معكم في اللايف، هذه هي النتيجة ديالو. واحد اليوترو تقريبا راني كنت شربته. هذه شحال ملي عصرته. هذا التخت اللي كنت صفيته ديك المرة اللي عقلته دوزته، هذه اللي عطاني العصارة ديال هاد 2 قريعات. التخت ديالو هو هذاك اللي وريتكم، 2 قريعات، واحد شويه هنايا تقريبا كاس. وهذا ديال القريعه الاولى اللي كنت عصرتها الشهر اللي فات، احتفظت به. من بعد غادي نوريكم علاش كنحتفظ بهذا التخت هذا، باش ندير به وصفات. هذا القشور اللي كنت صفيته كاع ديك المره معكم في اللايف وشفتوه. من بعد غادي نشرح لكم مراحل. هنا كما كتشوفوا خليته في ساعه ولا 2 سوايع ديال الماء والخل ترقد مزيان باش يتعقم. غسلته مزيان ونشفته كما راكم. غسلته مزيان، هنايا شللته كنشلو. ومن بعد نخليه يستقطر. خليته ليله كامله وغدت ليه حتى العشيه عاد درتو، يعني حتى كنشف ونشفتو مزيان. هذوك التقيبات اللي كتشوفوا هنايا بلاصه ديال هاد العويدات كنشف مزيان شي سربيته، ربما يكون باقي شويه ديال الماء باش ما يغملش. هنايا تقطع، قطعته بطرق مختلفه باش تشوفوا كل واحد يختار اللي عجباتو. ما كنرميو حتى حاجه، كنديروه به بعويداته بقشورو بالعلف اللي فيه بكل شيء، وتقطعوه بالطريقه اللي نتوما مرتاحين بها. انا نورمالمون ديما كنقطع بهذه الطريقه هذه اللي شفتو دابا صغير، وصغر عاد من هكا. هاد التفاحه البنات نورمالمون راه بيو. انا غسلته بهذه الطريقه اللي شفتو باش تستافدوا، ويعني اللي ما متوفرش عندها البيو تكون واخده فكره. هنا قسمته على القراعي اللي عندي بالتساوي، وكما كنت قلت لكم في اللايف ما لقيتش واحد القراعيه نقلب عليها، كنت دايره بحسابها لتحت في الكراج. ساعه مشيت نشوفها ما لقيتهاش، لقيت غير وحده. لهذا قسمته على قراعي مختلفين باش بحرا يدير يعني يجيني هو هذاك. المهم هنايا قسمت الكميه كامله على القراعي. بطبيعه الحال يدينا يكونوا معقمين ناشفين، وسطح العمل حتى هو ناشف، ما تكونش قطره ديال الماء. كنتك بالموس ونرجع ندك شويه باش دغيا. هاد 3 ايام الاولى ولا 4 ايام اللي كنخليه ما كنحركوش نهائيا، بحال يكون شويه مدكوك. داك الضغط يخليه يسرع في الطياب ديالو. ما كندكوش مزيان مزيان، غير شويه هكا نتكا عليه باش يسرع من ديك الطياب الاول ديالو. هنايا كما شفتوا بواحد القطعه ديال الثوب اللي كتكون نقيه ومعقمه حتى هي، كنغطيه وندير له لاستيك ونخليه في مكان مظلم، ونبقى يوميا نحركه. في الاول كنخليه 3 ايام حتى 4 ايام حتى 5 ايام ما نحركوش. من بعدها كنرجع يوميا نمخضو، نحرك من الفوق للتحت. هنا كان فاتت شهرين وما بغاش كاع يطلق الماء ديالو. كما كتشوفوا البكتيريا الام هي هاد الزوله الابيض اللي كتشوفوا هنايا، هو عاطي في القرعه كيبان بالحق. خلى التفاح ما بغاش يخرج الماء ديالو، ما بغاش يعطي. انا فاهمه بانه هاد التفاح هذا ناشف، راه كان عندنا الجفاف هادي شي 3 سنين ولا، وزيدوا عليها بيو ما فيه حتى شي حاجه يعني. ما بغاش يطلق الماء. هنا عييت نحاول نعجن والو، سحبت لي صافي خسر لي، سحبت لي صي ما بقاش نافع. مع فيه البكتيريا الام قلت غادي نطحنو بها ونصفيه. من بعد غادي يجي بحال الكومبوت، يعني ديال هذا بحال كونفيتير ولا بحال مركز التفاح، خل التفاح ندير في الماء ونشرب. هذه هي الفكره ديالي ملي درت بهذه الطريقه. كانت هذه هي الفكره البنات. هذيك الخليه الام ديال البكتيريا ديال التفاح نورمالمون كانت القليل الماء انا كنت نحتفظ بها نربي بها تفاح اخر، يعني خل تفاح واحد اخر. منين ما تلقليش الماء قلت ارا نستعملها في المركز ونبدا ندير في الكاس ديال الماء ونشرب. هنا من بعد ما احتفظت بها 24 ساعه فاض لي الماء من دوك القرعات الصغيرات، وانا نبدلها في هاد القراعي هادو. هاد القرعه هادي الصغيره راه فيها غير القشور اللي كنت عزلت متصفيه، وهذا اللب ديال التفاح. شوفوا تبارك الله كيفاش خامر،
كيخمر يخمر يطلع حتى للفوق كما شفتوا ويرجع يهبط. يعني البكتيريا راها مفعله وراه ناجح مليون بالمئة. هنا البنات خليته، قلت ربما يطلق الماء ديالو كما راكم تشوفوا لتحت. نصبر عليه ايامات، صبرت عليه واحد المده هكا ديال شهر ولا. وديك القرعه اللي فيها غير القشور قلت ارى نجرب بها نشوف كيفاش. وهي تعز الماء ديال خل التفاح، شربته راه كان تقريبا شي يطرو غير ما هذوك الشوائب اللي كنت حيدت في التصفيه الاولى. هنايا صافي ساليت القرعه الاولى عصرتها في هاد الشكاره هادي اللي شفتو راه فيها واخا تصبنيها كيبقى عاطي اللون ديالو. المهم انا خديت هاد الطرف ديال الثوب معقم ديال المرزايه وفتحت على هاد القرعه هادي، لانه عندي كميه كبيره ما نقدرش نديرها في ديك الشكاره الصغيره. وزيدي عليها خاصني نتكى عليه لانه باقي شد في راسو، واخا طلق الماء لتحت كما كتشوفوا باقي بحال شي كونفيتور، بحال شي يعني باستا. والماء راكم تشوفوا كيفاش طالق لتحت هو مكشكش تبارك الله ما شاء الله متفاعل. اما الريحه ديالو رائعه جدا جدا جدا، جاي بحال شي سفرجل معسل بحال هكا. والله الا بشكل زعما الصراحه ما عمرو غادي يسحب ليه هكا. انا قلت سيره ما صدقليش. مي نتمنى انكم تستافدوا من هذه التجربه ديالي البنات. هنايا تساليت الكميه كامله، ما كيبغيش يتعصر بوحدو، خاص ضروري نضغط عليه. ما عرفتش علاش هاد صدق هكا، والله ما فهمته اول مره. المهم انا بديت هنايا نسعفه معاه شويه بشويه، كنديرها على شكل كموسه، وكل مره كنصغر من الحجم ديالها. كل ما كنعصر شويه كنصغر من الحجم ديالها باش نتحكم فيه مزيان. كما راكم تشوفوا كل ما كنضغط كيولي يخرج لي شويه ما ديك الباستا ولا هذوك الشوائب اللي لداخل. ونبدا عاوده نغير في الحجم ديال الكموسه مره على مره بشويه بشويه حتى ساليته كامل. غتشوفوا النتيجه تبارك الله ما شاء الله. شفتوا هنايا كيبدا يعني يطلق مزيان الماء. كيف قلت لكم مره على مره كندير هذا ديالو. هاد الشوائب البنات ما دوزتوش في الشبكه هذيك اللي لتحت نورمالمون فيها كنت نصفي بلا هاد المرزايه. بالحق ما بغاش يطلق لي الماء ديالو واخا نديرو في الشبكه. وزيدون هاد الشوائب هادو يدوزو في هذيك الشبكه لانه ديجا راه صفيتهم فيها التصفيه الاولى اللي كنتو شفتو قبل. وانايا باغيه نحتفظ بهم. وهاد السائل ديال خل التفاح راه مركز غادي تشوفوا كيفاش داير تبارك الله، راه فيه داك التخت ديالو شفتوه. والشوائب انا كنحتفظ بهم، عندي ليهم بزاف ديال الاستعمالات. خديت هاد القرعه ديال خل النيت اللي كنشري من هذوك الحوانت ديال البيو. وهاد القرعه هادي كتسد هي بداك السداده ديال البريسيون. غادي نحتفظ بهاد الكميه الكبيره اللي في هاد القرعه اللي من هنايا المجموع بين النتيجه اللي خرجت لي من ديال هاد تقريبا 2 يوترو اللي عطاني. من بعد ما كنت فكرت انه قلت يمكن راه خسر لي صافي نبدا ناكلو بالمعلقه كمركز نديرو في الماء. هنايا كيف قلت لكم المجموع 2 يوترو تقريبا. وهذاك البلاستيك درتو باش يعاوني نحافظ عليه حتى الوقيته اللي نبغي نستعمل. غادي نبدا بالقرعه الاولى ومورا عاد ندوز للثانيه والثالثه. راه كاينه واحد القرعه صغيره مازال ما وريتها لكم. هاد الشوائب هادو ديما كنحتفظ بهم، عندي ليهم بزاف ديال الاستعمالات. هاد القرعه هادي غادي ندير لها هادي ديال الخل، انا ديما كنحتفظ بهم ما عمرو رميتهم باش ملي كنحضر انا خل التفاح نديرو فيهم، حيتاش ملي تحليها وتبغي تستعملي ما يبردلكش الخل. هاد الشوائب انا كنحتفظ بهم. من بعد غادي نوري لكم في وصفات اخرين ان شاء الله شنو كندير بهم. كل ما غادي تجي فرصه غادي تشوفوهم في شي اكله في شي وصفه في شي هادي. المهم البنات هذه هي النتيجه الاخيره، نتمنى تكون عجبتكم وتستافدوا من التجربه ديالي. وشكرا على التتبع ديالكم.